لكم بقى في يوم جديد. تمام. مش عارفه لسه اطلع لكم، يعني بحاول افوق، بس قلت اعمل الحاجه دي. انا ما كنتش ناويه على الغدا ده، بس ده افتكرتها وقلت انا هعملها. انا بعمل كرشه. تمام. انا عشان اتخلص من الريحه الاول بعمل ايه؟ بحط كده المنكهات دي كلها، وبعد كده بشوح فيها الكرشه، وبعد كده بحط عليها ميه سخنه واسيبها تتسلق خالص وتطلع كل الزفاره اللي فيها. وطبعا انا غسلاها كويس جدا، بس برضو عشان ريحتها تبقى حلوه وشاربه من المنكهات دي قبل ما احطها في الصلصه. تمام. بحط بقى هنا بصل، فلفل، توم. كل دي منكهات عباره عن فلفل اسود حصى، ورق لورا، قرنفل، روزماري. كل الحاجات دي حلوه جدا للحاجه دي. تمام. للكرشه يعني. اوكي. اخدكم بقى كده يعني خطوه بخطوه على حسب برضو مزاج يويا. وبس كده. وسط البيت. تمام. قفلت الشباك لان انا مبطيقش الشباك يتفتح اكتر من ساعه في البيت. بصراحه ما بحبش خالص الشمس، مش عارفه ليه يعني، بس انا ما بحبهاش. روقنا. سايبين الكرشه تتسلق زي ما اتفقنا. تعالوا بقى نروق المطبخ مع بعض. كده خلصنا الريسبشن، بس نشوف بقى المطبخ. بصوا، مليت بقى دي. انا كنت سايباها مش مليانه يعني، خلصت اليومين اللي فاتوا، فمليتها بقى خلاص. وغسلتها من بره كمان عشان تبقى نظيفه وكده، لانها مكان ايديا ما كانتش احسن حاجه. بس كده. دلوقتي بقى لميت كل المواعين هنا والزباله والحاجات دي. هنرجع زيت مكانه. هنفضي شنطه يايا بتاعت امبارح كتير، يعني هو مش مكركب، ولكن عشان احنا كنا مرتبينه يعني كويس وكده، وامبارح ما كناش في البيت برضو، ولكن في شويه لخبطه كده بسيطه مكان الغدا، الحاجات دي كلها فاظبطها. انا مش لسه ما طلعتلكوش ولسه ما تصورناش يعني، ما اتكلمناش مع بعض وكده، عشان انا بس بحاول اصور لكم نوتس بسيطه. وهطلع بقى نتكلم في حاجه تانية في الفيديو في الاخر، عشان مش كل يوم نفس الروتين وكده. بس انا عايزاكم النهارده عشان اقول لكم شويه حاجات كده. بس بدات اليوم معاكم زي ما انا بدات يومي بالظبط. اوكي. نتقابل كمان شويه. بدات ان انا اعمل ايه؟ التسبيكه بتاعه الكرشه. انا في العادي بعمل لها توم وبطشه بالخل وخلاص وكده، بس شفت حد مزود عليها بصلايه صغيره، فقلت ايه هجربها النهارده. بس طبعا مش عارفه هطشها بقى بالخل ولا ايه، بس يعني هنجرب الطريقه دي النهارده. بس انا بحب بصراحه بتاعه الخل والثوم اكتر، فهنشوف كده الدنيا ايه معانا في النهارده واقول لكم راينا. زودت لها بطاطس. تمام. وبس كده. سبتها بقى تتسخن يعني، تستوي كمان شويه في الصلصه. وهنا عندي رز كان باقي من يوم قبل كده، بسخنه خلاص، مش لازم اعمل جديد خالص. فتستوي هنا بقى وتشرب والبطاطس تستوي. اوريها لكم بقى. ازيكم عاملين ايه؟ ده بقى يوم جديد. امبارح قفلت معاكم الفلوج. تمام. قفلت معاكم الفلوج على ان احنا كلنا وخلاص كده. وريتكم الكرشه كانت لذيذه جدا، بس ما كانتش معرفش اصور اكتر من كده. وانتهى اليوم يعني. بس فالنهارده بقى يوم جديد. لبسنا وهننزل بقى نصحي يايا، وبعد كده نروح الشغل، واخدكم معايا بقى اليوم كله. يلا بينا. احنا رجعنا من الشغل. تمام. خلصت بقى، كان 6 ساعات بس، فخلصتهم وروحت البيت. طبعا انا خلاص عايزه هموت وانام، مش قادره. بس يايا مش هيعملوش يعني نفس دلوقتي، فهو مش هينام دلوقتي. تمام. احنا غسلنا وشنا وقعدنا وكده كده، الحمد لله مصليين هناك، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عندنا اكلنا من امبارح، فمش هنعمل اكل النهارده. تمام. فيا رب يا رب يا رب نعرف ننام شويه، عشان احنا المفروض هنروح السوق بالليل. بصوا انا مش بعرف اروح السوق، او مش بعرف يعني. لو رحت حتى السوق مش هفاصل، مش هعرف اعمل حاجه من الحاجات دي، فبجيب الحاجه زي سعرها وخلاص يعني. ده لو رحت، ومامتي ما كانتش معوداني عليه، ودي حاجه كويسه طبعا. وبرده ما جيت هنا الحمد لله ما تعودتش عليه يعني. فلو كده هروح انا وجوزي نجيبهم، ما قدرناش خلاص بقى يعني، جوزي ممكن يروح لوحده، هو بيعرف يتعامل مع الحاجات دي يعني. تمام. بس ده مشكلتي، مع ان انا اجتماعيه جدا، بس مش في السوق يعني. في فرح، في بيت مش عارف ايه عادي. بس انا من كتر ما انا كنت وانا في بيتنا بيتوتيه جدا، وهنا برضو بيتوتيه جدا يعني، ممكن اقعد قعديني 5 ايام في البيت عادي، اروق البيت بتاعي واخليه نضيف واعمل اكل يقضيني كذا يوم، ونقعد ال5 ايام في البيت عادي، ما عنديش مشكله.
فكنت مقصره في حته ايه السوق دوت، وهي كانت عادي ما كانش عندنا مشكله ان هي اللي كانت بتجيب لي كل الحاجات يعني تمام. ف لو قدرت ان انا اروح يعني لحد الساعه 4، لو ما كنتش لسه نمت فهكنسل حوار السوق خالص ان انا انزل او اجرب يعني ايه. انا رحت كذا مره بس يعني لو قدرت المره دي اروح، ما قدرتش خلاص بقى تمام. بس فده يومنا هيمشي كده النهارده. هصور لكم برضو لو رحت السوق، هصور لكم. بس خلاص ايه تاني. كان بقى في اصلا انا كنت عامله الفلوج من بدايته عشان خاطر ان انا اقول لكم تريكس كده ان احنا ازاي تعدوا اول سنه امومه من غير اكتئاب، من غير مثلا ان انتوا تحسوا ان انتوا اتهلكتوا جامد، وتقدروا تشتغلوا وترجعوا شغلكم وترجعوا حياتكم تاني عادي جدا، وفي نفس الوقت متأثروش مع اولادكم او الحاجات دي كلها. فكنت عايزه بصراحه ان انا اقول لكم الحاجات دي من حكم طبعا خبرتي الصغنونه قوي قوي. وكلنا قدرات، مش بقول لكم انتوا لازم تعملوا كده يعني تمام. بس ولكن الخطه كلها اتغيرت وخليته بقى فلوج عادي ان انتوا عايشين معايا الايام كلها. بس كده فان شاء الله يعني اعمل لكم فيديو بقى تاني لوحده. بس متنسوش بس تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا كومنتات يا جماعه. انا عارفه انتوا لسه شويه صغيرين بس ان شاء الله تكبروا. مظلومه كده ولا انا لوحدي؟ اكيد كلنا يعني. طبعا انا ما نمتش تمام. يا ينام 5 دقايق بحالهم يعني كتر خيره قوي بجد والله. بس قمنا بقى اتغدينا وقلنا ايه هنروح بقى السوق على طول تمام. فلبسنا اوتفيتة بتاعه السوق ويلا بينا. طبعا باين بقى من القعده دي الفشل اللي انا حصل لي يعني. انا ما كملتش بصراحه، جوزي بقى كمل وخلاص ربنا يخليه يا رب. وخلاص بقى هنقعد بقى انا اور وكده، وهبدأ معاكم فيديو جديد بقى بكره ان شاء الله الجمعه. بس كده قعدت انا وياه نلعب لان احنا تعبنا جدا وخلاص. باي باي.